عايزين نشرح للناس، نبقى على نور، نبقى فاهمين إن إحنا يعني الموضوع يكون باشرح باقتناع. يعني إزاي باشرح باقتناع؟ إن أنا دلوقتي أنت غليت الغاز 3 جنيه، اشرح لي غليته 3 جنيه ليه؟ 43%. والبنزين ال95 غليته 2 جنيه بقى ب21، يعني نسبة وتناسب، هو أقل نسبة في الزيادات كلها ال95. تمام كده؟ هتقولي ممكن بقى أقول لك أنا بقى اللي استنتجته إن ال95 معلهوش استهلاك كتير، فبيعملكش فرق في التكلفة كتير، صح كده؟ طب ما تطلع تقول لي كده. أنا في حاجات فهمتها لوحدي أهو، في حاجات قربت أفهمها لوحدي، إن ال95 معلهوش استهلاك كتير، الكمية اللي بتستهلك صغيرة، وال92 نسبة أقل برضو شوية من ال80. ال80 هو اللي عليه نسبة كبيرة في الاستهلاك. السولار هو أكبر نسبة في الاستهلاك. ما هو ده اللي أنا بقى عاوز أفهمه، السولار أكبر نسبة في الاستهلاك. طب ليه أنا أزوده مثلا 12 و13%؟ ما احنا مش قبل كده قلنا إن السولار ده نقرب منه بحرص؟ السولار ده اللي هيقلب الدنيا. أقسم لك بالله بتاع الخضار هيستغل الظروف دلوقتي وهيرجع يقول لك يا باشا هم غلوا السولار. انت جاي بتتكلم لما انا كيلو القوطه وصل 30 جنيه و40 جنيه؟ ما تشوف بتوع السولار، ما احنا بنجيب العربيه من اخر الدنيا بالشيء الفلاني. السواق اللي كان بياخد 1000 جنيه بقى ياخد 2003 دلوقتي في النقله عشان السولار رفع. بتاع الفاكهه نفس الحكايه، التفاح كان ب 100 هيقول لك ب 200 دلوقتي. التفاح يعني هو اصلا كان ب 100 وناس معينه اللي بتشتريه واغلبيه الناس بتتفرج عليه، دلوقتي هيقول لك ب 200. كله بقى يتفرج على التفاح كده، كل هيتفرج على التفاح بعد اللي حصل ده، محدش هيشتريه. طب سيبك من التفاح والحاجات اللي هي ايه الترفيهيه دي. يعني التفاح ده انا بسميه الفاكهه الترفيهيه، اللي هي لما انت تكون راجل بقى رايح الساحل، من الناس اللي بيروحوا الساحل، تشتري لك 2 كيلو تفاح وانت رايح. فانا بسميه سلعه فاكهه ترفيهيه بتاعت الناس بتوع الساحل اللي هم بيروحوا يصرفوا في اليوم بال100,000 جنيه. طب خلينا بقى في الحاجات اللي هي بتاعت الناس الفقراء. الموز، الجوافة. الجوافة ام 25 قبل ما السولار يزيد هتبقى بكام؟ هتبقى ب40. الجوافة اللي كنا بنجيبها ب3 جنيه الأول و2 جنيه، ماشي ما علينا. الجوافة دي بلاش الجوافة عشان محدش يزعل من الجوافة. خلينا في العنب. العنب اللي كان ب40 هيبقى ب60. بلاش العنب عشان ايه برضو العنب في ناس بتحب العنب وناس هتزعل مني يعني. خلينا في ايه؟ خلينا في التين. بلاش التين عشان التين اصلا غالي من الاول. طب بنتكلم على ايه تاني يا رب؟ انا كل ما افتكر حاجه هي اصلا غاليه من الاول. طب ما هتعمل ايه بعد السولار؟ ايه تاني؟ المانجا. المانجا كانت هاديه شويه اليومين اللي فاتوا دول، في موسم المانجا كانت حنينه، بس هترفع بقى دلوقتي. المانجا دي يعني نقدر نقول ايه، كانت ب40 ولا حاجه، هيقول لك ب60. طب انا اقول لكم على حاجه، خلونا في الخيار والقوطه. الخيار والقوطه دول بقى السلطه. يعني انت ممكن ما تاكلش اي حاجه بس هتاكل سلطه. يعني انت هتجيب عيش وفول وطعميه وسلطه، هتضطر تدخل على الخيار والقوطه والجرجير. فهنا السولار هيسمع في الجرجير، في حسبة الجرجير. انا بقول كده انتوا مفكريني بهزر والله، انا بس بتكلم بطريقه كوميديه عشان برضو اهون على الناس شويه الموضوع. هو هيجي يوم من الايام واحنا هنبقى بسبب الاصلاح الاقتصادي ده هنبقى حاجه جامده قوي فوق. والله مش بتكلم كده بتريق، انا بتكلم بجد.
بس هو الفكرة في ايه؟ ان هو يعني بيوجع شوية، يعني في ألم في العلاج الاقتصادي. يعني العلاج الاقتصادي هو كويس، هيشفي الاقتصاد. خد بالك، العلاج الاقتصادي هيشفي الاقتصاد، الإصلاح الاقتصادي هيشفي الاقتصاد. بس احنا عاوزين برضو نعالج الناس، يعني نعالج الناس، يعني نحاول نطلع سنة سنة على أساس يبقى في مسكنات للاقتصاد، وفي نفس الوقت معاها مسكنات للأشخاص. يبقى أنا بسكن هنا وبسكن هنا عشان الألم يزول لما ننجح إن شاء الله، والدنيا والاقتصاد بتاعنا يبقى من ضمن الاقتصادات الجامدة في العالم، أو من أكبر الاقتصادات في العالم. نكون لسه فينا، يعني فينا ناس لسه ماسكة نفسها. واخد بال حضرتك؟ لأنها في ناس فعلا تعبت نفسيا، في ناس تعبت نفسيا. هما الناس اللي تعبوا نفسيا دول مقتنعين كل الاقتناع إن إحنا ماشيين صح. مش هقول لك يعني بيغلطوا اللي بيتعمل ولا حاجة، لا، اللي بيتعمل ده 100%. بس هو محتاج شوية لمسة فنية. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا بدل ما أزود لك الحاجة مرة واحدة كده، طب ما أنا أزودها لك على مرتين. ال2 جنيه دول لو أنت زودت جنيه واحد وبعد 3 شهور رحت مزود جنيه واحد، إيه المشكلة فيها؟ والله ما حد هيحس بحاجة. ليه؟ هكون أنا بلعت الجنيه الأولاني وخلاص وتعودت عليه. لما تيجي ترفع الجنيه مش هتخض، هيكون الفرق بسيط بقى. ال3 شهور دول اللي أنا اتعودت عليهم، إن أنا الجنيه اللي زاد ده زود الأسعار سنة ومش عارف إيه، بدأت أتعود عليه في ال3 شهور. هتيجي تروح مديني الجنيه التاني في البنزين والسولر والغاز. كنت مشيت يا عم الغاز والسولر والبنزين كلهم جنيه جنيه جنيه. هيعدوا ال3 شهور، هكون أنا اتعودت على إيه؟ اتعودت على الموضوع. اتعودت على الجنيه اللي رفع وعلى الأسعار اللي رفعت قبلها ب3 شهور. ما تيجي ترفع لي جنيه تاني هحس بالألم بتاع الجنيه بس. الجنيه اللي انت عملته من 3 شهور رفعته في البنزين والسولر والغاز عدى. تيجي تحط لي الجنيه التاني اللي هتزوده ولا هحس بيه يعني بص. انما بقى ال2 جنيه لما جم مع بعض لسعوا، زي ما يكون انت واحد رحت جاي على غفلة ورحت لسعوا على قفاه، قفا جامد. انما في فرق لما تيجي تطبطب عليه الاول، تطبطب عليه مرتين وتسيبه، بعد كده تيجي تجمد ايدك شوية، خد بالك، ممكن يعديها. انما قفا لسع مرة واحدة اتخض. هو ده اللي حصل دلوقتي، ان الشعب ايه، مخضوض شويه. هي هتعدي الخضه مفيش مشكله وهتروح الخضه، بس احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الخضه دي هتروح امتى؟ لما انت كنت بتزود جنيه وبتزود نص جنيه وكنا بنفضل مخضوضين 3 4 اشهر، دلوقتي هنتخض ايه؟ هنتخض سنه كامله نفضل مخضوضين. واخد بال حضرتك؟ فالفكره احنا عايزين، يعني عايزين حد يشرح لنا، على رأي الأستاذ عمرو أديب، عايزين حد يطلع يشرح لنا بالتفاصيل عشان نقتنع، عشان نبقى ملسوعين القفا ومبسوطين وعارفين ان احنا كده ماشيين. واضطرينا نعمل كده ليه؟ ما انت لو ما حدش طلع قال يبقى احنا كده شغالين عشوائي مش بدراسة. احنا كده مش شغالين عشوائي مش بدراسة. انما لما حد يطلع يشرح لنا يقول لنا يا جماعة ال95 انا زودته مثلا عشان هو استهلاكه بسيط. الكمية اللي بنستهلكها في السنة من ال95 عربيات عددها قليل بتاعت الناس الأغنياء بس، فعددهم قليل. لكن عامة الشعب بيستخدم 92، عامة الشعب بيستخدم 80، عامة الشعب بيستخدم السولار. برضه هرد عليك واقول لك طب اشمعنى السولار غليته ده؟ عامة الشعب بتستخدم السولار، والسولار بيتحكم في الشعب كله. السولار بيتحكم في كل شيء. واخد بال حضرتك؟ يعني انت ممكن اقتنع بتاعت ال95 اللي انا استنتجتها يعني، لكن بتاعت السولار دي استنتجها ازاي؟ بتاعت السولار
كنت غليتهم كلهم، كنت زودت. اللي عمل الحسبة بتاعت الغاز لما غلى الغاز 3 جنيه، انا عاوزه بس يقنعني ان ازاي حسبها. يعني هو عمل الحسبة دي ازاي؟ لما احنا كنا بنقول ان الغاز، الناس حولت العربيات بتاعتها غاز على اساس بتوفر، لان الغاز تقريبا كان بربع ثمن البنزين. يعني الاول كان الغاز بربع ثمن البنزين وموفر جدا، عشان كده الناس حولت عربياتها غاز عشان توفر. دلوقتي بقى تعالى حضرتك قول لي التوفير هيجي منين؟ يعني التوفير دلوقتي هيجي منين وازاي؟ لما دلوقتي العربية بتمشي بتاخد كل لتر غاز قصاده تلت لتر بنزين. حلو كده؟ يبقى لتر الغاز ب10 جنيه، وتلت لتر البنزين بحوالي 6 جنيه ونص. يبقى أصبح كده اللتر واقف عليا، متر الغاز كده واقف عليا باستخدام البنزين معاها ب16 ونص. يبقى أنا كده وفرت كام؟ وفرت 2 جنيه 75. طيب تعالى بقى جنب السحب والأداء بتاع الموتور، هتلاقي السحب بتاع البنزين أحسن ويفوق العربية وممكن يديك أكيال أكتر. يبقى هو كده البنزين لما البنزين الصافي لما يديك أكيال أكتر، يبقى كده راحت ال 2 جنيه 75 بتوع التوفير. يبقى أنا كده البنزين أحسن لي. هتلاقي كل الناس هتهجم على البنزين. ولا هو اللي عمل موضوع الغاز دوت هو قاصد؟ يعني ممكن يكون قاصد عشان يخلي الناس تبعد عن الغاز شوية، وهو يوفر كمية الغاز دي يستخدمها في المنازل وفي المصانع. ما هو ده اللي انا بستنتجه. يعني ده اللي انا بستنتجه، ان هو يكون عايز قاصد الكلام دوت، ان الناس تستغنى عن الغاز شوية وتستخدم بنزين بس في العربيات. فهو الفائض بتاع الغاز اللي هيفيد ده هيروح للمصانع وللمنازل، فكده يبقى هو بيفكر تفكير سليم. انما لو بيفكر اقتصاديا، انا مستاهل ده غلط. ازاي بقى؟ لان انت دلوقتي اقتصاديا البنزين بيكلفك اكتر. البنزين والسولار بيكلفوك اكتر، وبتجيبهم من اخر الدنيا وبتنتج 50% وبتجيب 50% من بره بالعملة الصعبة. طب انت لما الناس تتحول كلها على البنزين، انت كده عملت ايه؟ انت كده غرمت نفسك زيادة وحملت على الاقتصاد زيادة. انما لما الناس كانت بتتشجع وبتتحول عربياتها غاز، كانت بتوفر لك كمية كبيرة من البنزين. يعني العربيات اللي بتمشي بالغاز والبنزين بتاخد التلت او الربع بنزين والتلات ارباع غاز. فانت كده وفرت الكمية دي كلها من البنزين اللي هي التلات ارباع دي، وفرتها ووفرت الاستيراد اللي بتستورده من البنزين. لكن دلوقتي اصبح الفرق بسيط، فيقول لك لا، طب انا هوفر كام كده؟ هوفر 50 جنيه في الموضوع كله ولا 100 جنيه في التفويله؟ لا، ده انا فوق البنزين بالمره ورايح دماغي، بدل ما فوق الغاز 5 مرات ب 700 جنيه، وتفويله البنزين ب 950، يبقى كده فرق 250. وال 700 دول بحط عليهم مثلا بحوالي 100 جنيه بنزين او 150 جنيه بنزين، يبقى الاقي في الاخر خالص التفويله بتاعت البنزين الفرق بينها وبين الاستهلاك المقابل ليها غاز وفرت 100 جنيه. يقول لك لا يا عم، انا اوفر 100 جنيه في اسبوع ولا في اسبوعين لو انا بروح شغلي وموظف. لا، بلاقي ال 100 جنيه ديت واخلي احافظ على الموتور بتاعي يفضل سليم والعربيه بتاعتي تبقى فايقه واشتغل بنزين صافي. يبقى انا كده وفرت الموتور ان هو ما يستهلكش بسرعه ويقعد عمر طويل، وفي نفس الوقت ان انا خليت العربيه بتاعتي فايقه، عشان 100 جنيه ولا 200 جنيه اوفرها في الشهر كده. انما الاول لما كنت بوفر 1000 جنيه و1500 جنيه في الشهر، لا، كنت اشجع الغاز. مش مشكله الموتور لما يقعد سنتين ثلاثه واعمل له عمره، مش مشكله، بس هيكون وفر مبلغ كبير. لكن دلوقتي الموتور هيروح مني في داهيه، وفي نفس الوقت التوفير 200 جنيه في الشهر. يعني في السنه مثلا 2000 جنيه ولا 2000 ونص. لا، الاول كنت بوفر بال 20000 في السنه. يبقى كده انا يا باشا خليني بنزين احسن.
هتبص تلاقي الناس هجمت على البنزين، هتستهلك بنزين بكميات كبيره، هتوفر غاز، هتوفر الغاز اللي الناس مش هتستهلكه بتاع العربيات ده، بس هتحط قصاده بقى بنزين. انا اللي بيتكلف عليك اكتر، ما انت ما حد يفهمنا، انا اللي بيتكلف علينا اكتر، عشان احنا برضو بنفكر بصوت عالي مع بعض، عشان دي بلدنا وعايزين بلدنا تبقى احسن حاجه في الدنيا. اللي اوفر ليك البنزين ولا الغاز في الاستيراد لما بتستورد كده، او بتستورد وبتنتج جزء في مصر؟ انا اللي بيتكلف عليك غالي، وانا اللي محمل على الدوله. اللي محمل على الدوله ايه؟ البنزين ولا الغاز؟ طب لو البنزين بيكلف اكتر، الحركه بتاعت الغاز اللي انت عملتها بتاع السيارات اللي زودتها 3 جنيه مره واحده، دلوقتي هتتحول لكارثه. ان انا دلوقتي الناس انا دلوقتي عندي بنزين وغاز في عربيتي، ممكن احط الاثنين، لما احسبها والاقي البنزين احسن لي، هخلي الغاز زي ما هو، لكن بس هحط بنزين وامشي على بنزين على طول، واخلي الغاز في العربيه برضو زي ما هو لما اعوز. ليه؟ ما الغاز ما بيوفرليش حاجه كده، بيوفر لي حاجات بسيطه. ما انت كده قربت الفجوه اللي كانت بينهم، الفجوه الكبيره اللي كانت بينهم، اللي كانت بتشجع الناس ان هم يحطوا غاز، راحت خلاص، بقت توفير ملاليم في اليوم. لا بقى، يبقى انا بدل ما اوفر مليمين وفي الاخر احط موتور بالشيء الفلاني ب50 60 الف جنيه غير موتور بعد سنتين، لا ده انا كده مش عايز انا ال200 جنيه ولا ال100 جنيه اللي اوفرها في الشهر، واروح احط بنزين صافي 92 اللي هو المتوسط، يخلي عربيتي فايقه و100 100، ومش عايز ال200 جنيه اللي اوفرها. طيب عد بقى العربيات اللي هتشتغل بنزين صافي، وشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. النتيجه هتبقى عامله ازاي؟ هتلاقي نفسك انت مطلوب منك بنزين كتير، مطلوب منك كميه بنزين كبيره جدا. كميه البنزين دي انت هتحط دولارات قصادها، لان انت بتشتري 50% من بره بالعمله الصعبه. طيب كده انت حملت على البنزين، انت الحركه بتاعت ال3 جنيه بتاعت الغاز دي حملت على البنزين، لان انا الفرق كده بقى ما يستاهلش ان انا اغامر بالموتور بتاعي. لا انا كده حافظ على موتوري واستخدم بنزين، والعربيه تطلع في المطالع زي الصاروخ. انا اللي كان جابرني على الغاز ومستحمل قرفه في الاداء بتاع الموتور، ان انا كان في فرق جامد في الشهر، توفر 1000 و1000 ونص و2000، وفي ناس اللي شغاله اوبر وشغاله تاكسي بتوفر بال3 4000 في الشهر. انما لما الاقي نفسي انا هوفر كل الحكايه 200 جنيه ولا حاجه في الشهر ولا 300 جنيه، لا يا باشا، انا اقول لك لا، انا حافظ على الموتور بتاعي. هو نسبه وتناسب، انت كده علت غاز السياره 43% وغليت البنزين 12%، يبقى قربتهم من بعض. ده في اول ما الغاز ده ما نزل كان الغاز بربع ثمن البنزين، دلوقتي عدى النص الثمن بتاع البنزين، وقرب من ثمن البنزين، يعني خطوه كمان وتبص تلاقيه فاضل حاجات بسيطه بينه وبين البنزين. بعدين انت غليت 95 بتاع الاغنياء 2 جنيه، وغليت بتاع الفقراء 2 جنيه برضه، يعني نسبه وتناسب. هتلاقي النسبه بتاعت ال95 11% ولا حاجه، ولا 10% كمان، والبنزين ال 92 12 13%، يعني النسبه بتاعت ال95 اقل من البنزين ال 92 وال 80 والسولر. مش عارف ازاي، يعني انت بتاع الاغنياء رفعته نسبه بسيطه، بتاع الفقراء رفعته نسبه كبيره، والغاز بتاع الفقراء خالص رفعته 43%. فانا مش فاهم والله العظيم، انا بضحك همي يبكي وهمي يضحك. يعني انا عمال اقول تحيا مصر واحنا مع البلد، واحنا عايزين البلد دي تبقى 100 100 ومبسوطين، بس فعلا في حاجات يعني غريبه حسابيا واقتصاديا مش عارفين نجيبها ازاي. والله بجد نتناقش مع بعض، اعتبرونا ان احنا ناس مجانين وانتوا عاقلين، حد يطلع يشرح لنا، عشان احنا برضو لما نقول تحيا مصر ونقف مع بلدنا ونتكلم في الاعلام ونقول فيديوهات ونقول تحيا مصر، نبقى بنقولها واحنا مقتنعين. احنا عاوزين نقتنع بالتعديلات ماشيه ازاي، عشان انا اعرف اشرحها للناس في الفيديو، اشرح لهم اقول لهم يا ناس الامر حصل كذا 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 كذا، والتعديل ده او الزياده دي لازم عشان احنا نسد الاقتصاد بتاع بلدنا. بس لازم نسد الاقتصاد بتاع بلدنا بالحسبه تكون سهله، الحسبه
تكون سهلة ومفهومة. هقول له انا زودت ده كام في المية ليه وده كام في المية ليه. الغاز بتاع المنازل زاد برضه، مفيش مشكلة. طب هل لو حصل ان اللي بيستهلك غاز في عربيته راح استهلك بنزين صافي، فانا هنا عندي هيبقى فيه اللي هو يوفره في الغاز هاخده استخدمه في المنازل وفي المصانع. ده كويس على فكرة، ما انا محتاجه برضه في المصانع وفي المنازل. طيب هنا بقى، طب ما هو هيحط بداله بنزين، هيوفر لي كم كبير في الغاز، هيحط بداله بنزين. طب لما يحط بداله بنزين، البنزين ده الفرق بتاع البنزين ده اللي هيحتاجه في الاستخدام، اللي هيزيد في الاستخدام، مش هستورده بالعملة الصعبة، هيوفر لي غاز بستخدمه بستورده بالعملة الصعبة وهخليه للمصانع وللمنازل. ومن الناحية التانية يسحب بداله بنزين هجيبه برضه بالعملة الصعبة. طب أيهما أغلى عليا لما أنا بستورد بالعملة الصعبة؟ أيهما أغلى وبيكلفني أكتر؟ الغاز لما بجيبه بالعملة الصعبة ولا البنزين لما بجيبه بالعملة الصعبة؟ أكيد طبعا البنزين أغلى، أكيد البنزين أغلى. كل المقاييس، لو حد في البترول أو حد في الاقتصاد هيقول لك البنزين أغلى وتكلفته أغلى من بره، لأن الغاز طبعا احنا عندنا كمية كبيرة من الغاز وبنستورد جزء بسيط، مش زي البنزين. البنزين هو أنا عارف البنزين والسولار هما اللي بنستورد بالعملة الصعبة كم كبير منهم. خدت بال حضراتكم؟ فالفكرة إن يعني احنا وفرنا حاجة قصاد حاجة، وعاوزين نعرف احنا كده هنستخدم أكتر، هنستهلك أكتر، ولا يعني هنوفر أكتر في العملة الصعبة ولا هنغرم أكتر في العملة الصعبة. لو هنغرم أكتر يبقى عاوزين نعمل إعادة نظر في الموضوع. مش عيب على فكرة إن أنا الغاز بقى ب10 ممكن أرجعه وأخليه ب8، مفيش أي مشكلة. ومش عيب إن البنزين 95 بقى 21 ممكن أخليه ب22 ب23. يعني أنا من رأيي غلي، راجع الموضوع تاني. في دول كتيرة بتعمل كده، تغلي بعدها بأسبوع ترخص تنزل تاني، تلاقي الحسبة يا جماعة احنا أخطأنا في الحسبة ورجعنا نزلنا تاني السعر. على فكرة مش عيب، ده دول متقدمة ودول كبيرة جدا عملت كده. يعني غلت الحاجة ورجعت بعد أسبوع لقيتها مش هتنفع والدنيا هتولع يعني الأسعار هترفع والدنيا هتبقى التضخم هيزيد، راح رجعوا يرجعوا الحاجة تاني أو قللوا جزء من اللي رفعوه. يعني أنت رفعت 2 جنيه رجعوا جنيه، رجعوا جنيه وزود ال95 2 جنيه. محدش هيقول لك كله هيسقف لك، هيقول لك أنت كده 100 100. ليه أنت كده؟ قلت لهم البنزين بتاع الأغنياء أنا زودته والغاز نزلته، على اساس اللي بيستخدم غاز في عربيته يحس بالفرق بين الغاز والبنزين ويفضل مستمر على الغاز. يعني هو الفكرة ان هو يفضل مستمر على الغاز احسن ما يبقى ايه، ما الموضوع يبقى قريب من بعضه، فانا اروح استخدم بنزين بس وافك الانبوبة اللي عامله لي حمل يجي 200 كيلو ولا 300 كيلو في العربية دي على الفاضي مبوظة العفش. لا يا عم، ده انا افكها وامشي بنزين احسن، هيوفر لي 200 جنيه في الشهر. هيقول لك مش عايزها. 300 جنيه في الشهر هيقول لك مش عايزها، والعربية تبقى ماشية خفيفة وتوسع مكان في الشنطة أشيل فيها شنطة سفر، أشيل فيها حاجة، لأن هي الأنبوبة واخدة نص الشنطة واخدة وزن بتاع 300 كيلو. يبقى وفرت وزن، وفرت مساحة في الشنطة، ووفرت استهلاك موتور وصيانة. كل ده مقابل 200 300 جنيه في الشهر. هيقول لك مش عايزهم. احنا لازم نفكر بالمنطق. الراجل اللي هو بيستخدم الغاز ده لازم نحط نفسنا مكانه. هو دلوقتي بيوفر كام؟ بيوفر 200 300 جنيه في الشهر، مقابل ال 200 300 جنيه دول ايه؟ صيانة، تعب صيانة وتنتيش في الموتور وقرف وحساسات بتبوظ في الموتور وحساس التي بي اس وحساس اسمه الايدل دوت والحاجات المقرفة اللي بنسمع عنها دي بتتاكل من الغاز.
استهلاك حساسات واستهلاك وصيانة كتير في الموتور. استهلاك الموتور نفسه تسليخ بساتم، لأن البنزين مرطب على البستم، الغاز حامي، الغاز جاف ناشف، بنزين راتب. يعني يمكن لو المهندسين بتوع الميكانيكا سامعني هيردوا عليا في الموضوع دوت. البنزين بيرطب على البستم، الغاز حامي على البستم، عشان كده هم عملوا الحقن المتزامن اللي بيديك تلت بنزين وتلتين غاز عشان يحاول يرطب في العربية ماشية شوية، يعني يساعد نوعا ما. بس هو طبعا البنزين الصافي أفضل 100 مرة. يبقى أنا كده وفرت صيانة وحساسات، ووفرت وزن في العربية 300 كيلو ولا أكتر مخليها العربية نخ على الأرض، ووفرت مساحة في العربية واخدة مكان شنطة سفر كبيرة، ووفرت صيانة للموتور، ووفرت استهلاك الموتور. بدل ما هو في سنتين يقعد معاه 5 و6، لو على البنزين 92 ولا ده حتى ال80 أرخم من الغاز. البنزين عموما قاعد الموتور معاك 5 و6 سنين على ما تفكر تعمل له عمرة ولا يحصل فيه حاجة. الغاز سنة ونص سنتين هوب، ولو قعد رجليه تقيلة وغشيم سنة هيفرم الموتور. دخل في 50 60 ألف 70 ألف على حسب نوع عربيته في موتور. ايه اللي كان مخليني مستحمل؟ الغاز سعره لما كان بربع تمن البنزين، والنهار ما اعلى عليه وليه زاد جنيه بس، اللي هو من 6 ل7، اللي هي اخر حاجه وصل لها دي 7 جنيه معقوله. ما البنزين ب 17 ونص، البنزين كان ب 17 وربع ال 92، والغاز ب 7 جنيه، فرق اكتر من 10 جنيه. يبقى انا كده بوفر في الشهر، بخش لي في 1000 1000 ونص. في السنه بخش في 15000 توفير. لما اجي في سنتين ثلاثه الاقي نفسي موفر 50000 واروح حاطط بيهم موتور. يعني معقوله لو دي تشيل دي ماشي، انما انا احط غاز اوفر في السنه حوالي 2000 ولا 2000 ونص ولا 3000، واجي في سنتين ثلاثه الاقي نفسي موفر مثلا حد اقصى 10000 جنيه، واروح مغير موتور ب 60 ولا ب 50. هيقول لك لا طبعا، هيقول لك انا استخدم البنزين احسن، البنزين افضل لي. مع المدى البعيد كده انا بحط اكتر، بحط غاز وفي نفس الوقت بغير الموتور، يبقى ما وفرتش. الشوية اللي وفرتهم مش هيكملوا طقم شامبر للموتور، يبقى انا اضطر احط بنزين صافي. هروح محمل لك على البنزين، هنسحب كمية بنزين رهيبة، هنوفر شوية غاز تشغل بيهم الكهرباء، ماشي تشغل بيهم محطات الكهرباء، حلو ومفيد. بس هو مش هيسيب الاستهلاك بتاع الغاز وهيروح لك للبنزين الصافي. ما لو هيسيب يوفر لك الغاز تستهلكه في حاجة تانية وهو مش هيمشي، طب ما هو هيمشي ببنزين، هيحط الكمية اللي هيوفرها في الغاز هيحط بدلها بنزين، وانت ما عندكش بنزين يكفيك الانتاج بتاعك الداخلي ما عندكش يكفيك، فبتضطر تستورد. يبقى هتستورد، هتزود الكمية بقى اللي انت بتستوردها، يبقى انت دفعت عملة صعبة اكتر. يبقى رجعنا ايه؟ نغرم اكتر من الاول، بنلف في دايرة مغلقة. خدت بال حضرتك؟ يعني احنا برضو يعني احنا بنتكلم بصوت المواطن الفقير، واحنا برضو يعني لو دوت هيخلي الاقتصاد ينتعش نتحمل برضو. بس احنا بنتناقش بصوت عالي مع بعض، بنفكر بصوت عالي مع بعض على اساس ايه؟ نلاقي حلول وسط، يعني حل وسط. ولا هو ان انت تسيب الحاجه رخيصه قوي والاقتصاد بسبب الدعم ده بيتاثر جامد، ولا ان انت تروح حلل المشكله في مره واحده والاسعار تخرب الدنيا داخليا. يعني احنا عاوزين حل وسط، يعني نمشي سنه سنه، مع الوقت هنوصل لإلغاء الدعم خالص. بس انا حسيت ان احنا لغينا الدعم خالص مره واحده المره دي. يعني هو كده ب 21 جنيه ل 95، ده كده مستاهل بقى بالسعر العالمي باين؟ ولا هو بكام السعر العالمي بسعر البرميل النفط اللي هو بقى ب 60 جنيه، ب 60 دولار قصدي. على العموم
اللي جاي ورايا ده. العلام بتاع